حجابه، يا اخي ويا اخبارك؟ الحمد لله والله. ده قول لي لو معاك 5 6 مليون، اه ايه حتعمل فيهم في الزمن ده يعني؟ قول لي كده، حكيني يعني بت- بالتفصيل يعني، من غير كديب ولا نتشان ولا. انا بصراحه اتفضل. عشان نبقى صراحه اه ما اتحملش 5 6 مليون، عشان مش بتحمل الفلوس. لو كترت معاي مش بعرف اشتغل. لكن حاجات كده يعني 100,000 200,000 500,000 لغايه حلوه كده. اه 500,000 ربع جنيه ما اتحملهاش. انا لما يكون معايا فلوس يا حاج مصطفى اعمل ايه؟ اه اول حاجه ابكشش على الناس اللي حوالي، اروح اجيب لي بقيمه 10 15 جنيه لحمه واعمل لهم عشوه. 10 15 جنيه اه سالمه. وتجارت عليهم. هم قاعد باكلوا ومش قديم. الحته الثانيه اجيب لي ب 2 جنيه عنب، العنب الاسود ده بيقولوا رخيص. ب 2 جنيه. اه كل اللي ياكل له حته لحمه ادي له حته ايه؟ حته عنب حته عنب حته عنب، ووزع على الناس كلها. لا انت ب 2 جنيه كده عنب. كده. امال ايه؟ انت حتجيبه من السوق يا هجيبه 100 جنيه، جنيه بالقله ب 2 جنيه، اجيب قله ب 2 جنيه توكل 14 بلد القله 2 جنيه. ده انت ناس ماسكه على الدقه القديمه دي 15 جنيه لحم و2 جنيه عنب، يبقى 17. يبقى دردفت. كله كل عنب وكل لحمه. والله يبارك له الراجل وبارك الله فيه بريقني. لما في واحد بيذبح عجل والله العظيم والناس بتتعشى مرتين في العجل وهو ماشي. ابي لو كلته عربيه ان الكلب عنده بيذبح عجل واحد. لكن انا حتى لو قالوا الاكل قليل 15 جنيه بارك الله فيه 15 جنيه مش حتفرق معي. قالوا دي مش حتفرق معي عشان انا عارف ايه اللي ايه هيحصل. اما ليه؟ يعني لو معاك كميه الفلوس دي 600 ألف وربع جنيه، لا. اه اه ما تحملهاش. طب ايه تجيب تاني؟ ولا حاجه. ايه حجيب لهم ثاني؟ مويه من الحنفيه كمان صار على. اه اه طب نسيت حاجات مهمه انت. ايه دي؟ الفلوس دي اه حجيب لك راحه البال. ايوه ها. اه حجيب لك النومه. تمام. اه حتصحي الرجلين التعبانه، اسنانك ما قدرش تاكل عليها، بتاكل قرقوش منيخ. خلصت. قول. الفلوس اه مش قال لك العجوز عاجز بلا رجلين ومعاه الفلوس يمشي. اول حاجه انا لو مش بنام هروح الصيدليه بالفلوس هشتري شريط منوم هنام 14 يوم. لو اخذت برشامه هنام 14 يوم. اه الحته الثانيه لو انا ميخه عجوز ورحت للدكتور مش قادر امشي حيديني حقنه وبرشام خلي رجلي زي الحديد ارمح ولا محمد صلاح. طب والاسنان ما قدرش تاكل عليها؟ برضه تروح للدكتور يركب لك طقم اسنان تقرش الحطام تاكل الخشب. تدفع الفلوس كل حاجه. طب ما هو ايه اللي بيموت البني ادم وخليه يتردم وباللودر يتردم؟ منه ما معهوش فلوس. عاوز طقم اسنان ما فيش، عاوز ياكل لحمه ما فيش، عاوز يعمل على رجله ما فيش فلوس. ما يعمل ايه؟ لكن انا بالفلوس اجيب. طب اسنانك دي اه زي العده اللي حتركبها. ما هو برضه هتقرش عليها. اه هتقرش. في ناس مركبه عدد بتاكل عليها الهنيد الناشف. طب المعده ايه حتعمل فيها؟ مش حتقبل معاك. ليه؟ اما ليه؟ نجيب معده غير. تغير المعده. اما ليه؟ يعني كان غيرت طقم الاسنان وغيرنا الرجلين مش هنغير المعده؟ إيه؟ امال ايه ده اللي معاه فلوس لو عاوز يركب مخ غير مخه يركب. لا يا ولاد انا بستعجب على الراجل ده انا. لا يا ابوي. ده متهيألي لو جاه الموت هيلاقيه مش فايق. طيب هو الشعب هو ده لك. انت لو قعدت قصاد الناس لو عندك مزرعه بهايم وذبحتها لهم قالوا المزرعه شوف كلفت عليها قد ايه انت ايه؟ تاخذ مليون المزرعه. اه اه وتعدي. والله يقول كل سنه وانت طيب وربنا يخلف عليك بالحلال ما يقولوا هذا. منين عاوز اجيب لهم 15 جنيه لحم؟ بس ربنا بيخلف عليك. اول 15 جنيه ربنا حيخلف عليك اكثر من ابو عجل. ده عمي لو جاه موت هيقول له مش فايق انا. ده خلاص، ده جنت الفلوس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ابقى تعال عشان تاخذ لك حته عنب ب 2 جنيه.